السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد ونهار جديد. نتمنى تكونوا بخير وصحه جيده. نتوما تشوفوا هذا الفيديو اليوم غادي نشارك معكم حلوه غريبه تاع البهله، كتجي زوينه وسهله بطريقه بسيطه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم طبعا ما تنساوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد نتاع القناه. كما كتشوفوا معايا كتجي ناجحه 100%. كتجي على هذا الشكل، مذاق زوين وسهله التحضير. بما اننا على ابواب العيد الاكبر ان شاء الله غادي نشاركها معكم ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم. على بركه الله غادي نبدا هنايا. المهم نخدموها في الروبو ولا بيديكم، كل واحد والاختيار ديالو. عندي هنايا تقريبا واحد 300 غرام تاع الزبده حراره المطبخ، وعندي سكر سنيده، درت كاس، داك العبار كاس كبير تقريبا كيدخل فيه واحد 2 كيسان صغار تاع ديك الكيسه تاع العنبه. غادي نضربهم مزيان نخدموهم. تقدروا ديروا سكر كلاصي تعوضوه سكر سنيده تعوضوه بسكر كلاصي. غادي نضربهم مزيان حتى ينسجموا مليح. غادي نضيف كاس زيت، في نفس الوقت نخدموا بيدينا ولا بالروبو. خليهم يخلطوا مزيان كما كتشوفوا حتى ينسجموا، تيولي الخليط على شكل بحال الكريمه مع الزبده والسكر. بالنسبه للسكر تقدروا ديروا اقل ولا ديروا اكثر، كل واحد على حسب الحلاوه اللي كيبغي. هنايا غادي نضيف عندي اللوز مطحون به بالقشره ديالو، تقدروا ديروا كميه اللي بغيتو. انا درتو به بقشورو كما كتشوفوا معايا. طحنته مزيان. غادي نضيف الجلجلان ولا السمسم حتى هو مطحون. المهم اللوز درت شويه بزاف، درك زدت الجلجلان حتى هو طحنته مليح حتى يولى بحال يعني مطحون مزيان كما كتشوفوا هنايا معايا. ودركا غادي نخلطوهم حتى ينسجموا، ومن بعد غادي نضيفوا الدقيق. تقدروا حتى السكر تعوضوه بالعسل، يعني مبغاش الحلاوه بزاف ولا يدير العسل، فهي كتجي به زوينه. وغادي نستمر في التحريك هكا كما تشوفوا معايا. غادي نضيف خماره تاع الحلويات، عندي 15 غرام. غنضيف على هاد المكونات ونحركو عاود نخلطو مزيان حتى نساجمو مع بعضهم بعض. هنايا عندي الدقيق كعارفين مع الجلجلان واللوز وكل شيء كاع هاد المكونات. يعني ضفت واحد الزلافه تقريبا ماشي عامره كما تشوفوا معايا، زلافه كبيره. من بعد غادي نكتب لكم العبارات في صندوق الوصف. وغادي نخلطهم مزيان حتى غادي نوريكم الشكل النهائي نتاع يعني العجينه اللي كنحصلوا عليها. كما كتشوفوا تقدروا تضيفوا تقدروا الدقيق. انا ضفت هنايا لحقاش العجينه كانت عندي خفيفه بزاف، يعني ما نقدرش نجمعها. زدت الدقيق وغادي نجمع مزيان حتى نحصلوا على واحد العجينه متجانسه. ها هي العجينه من بعد ما جمعتها كما كتشوفوا كتجي بحال مبسه كما كتشوفوا هكا، يعني نجمعوها بيدينا ما كتجيش معايا. هنايا اللاطه ممكن كندير هذا الشكل، ممكن تغلط درتها من الجهه الاخرى. ومن بعد ما شكلتهم على شكل دوائر كما كتشوفوا معايا البنات كنركز عليهم هكا شي شويه. هما راه خايبه لكم الحجم ديالهم صغير. غادي من بعد مع الخمارات على الحلوى وكل شيء راه كتنتفخ وتحل يعني تكبر. مفعول تاع الخماره صايب. من بعد ما شكلتها هكا على هذا الشكل غادي ندخلها طيف الفران الكهربائي على غادي نشعلو من التحت حتى يضاعف الحجم ديالها. عاد غادي نشعل من الفوق لتحت
وغادي تشوفوا الشكل النهائي نتاعها كما شفتوا في اول فيديو. كتجي زوينه، المذاق ديالها كيجي روعه، خصوصا بالجلجلان واللوز كتجي مذاق مميز جدا. كتجي هكا شرب قهوه بالشاي. نتمنى تعجبكم وتجربوها بهذه الطريقه. صاي هنا من بعد ما شكلتهم في هذا اللاطه ندخلهم للفران ونتلاقاو من بعد باش تشوفوا الشكل النهائي من بعد ما كطيب. كتجي محمره من جميع الجوانب. ها هي الحلوه ديالنا من بعد ما طابت كتجي على هذا الشكل البنات. غنخليها شويه تبرد ونحيدها لحقاش كتجي هشيشه ورطبه. هذا هو الشكل النهائي نتاعها. نتمنى الفيديو العجب ديالكم وحتى الوصفه وتجربوها وتكون ناجحه معكم. وجا الفيديو النهايه ديالو نقول لكم الى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله. وما تنسوش طبعا اللايكات والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. نقول لكم مع السلامه، اترككم في رعايه الله وحفظه.